السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي المتواضعة. أنا يمكن اتكلمت على شخصية كانت بتسيء للشعب المصري وبتعمم في أدائه التحليلي للمصريين، وطلعت انتقدته وظهرت له أن بعض العيوب اللي بيظهرها للشعب المصري هي موجودة عنده في المملكة. أنا لما بطلع أعمل فيديو على أي فرد من أفراد أو الشعب السعودي، فهو بكل شخص هو بس، مش للمملكة بكلها، وهو عارف نفسه كويس قوي. وأنا مش هعيد اسمه تاني، لكن القناة بتاعته معروفة وهي دايما بتصدر لينا الناس اللي بتسيء للمصريين. أنا مش عارف ليه. المهم السعودية ديت لما طلعت وبتحاول ان هي تسيء للمرأة المصرية وبتتهمها بعدم النظافة الشخصية لنفسها وبتتهمها بعدم نظافة الأبدان، عايز اقول للاخت السعوديه، واقول للاخت السعوديه مش للسعوديين كلهم، انك انت اهتميتي بنظافه الابدان ولكن ما اهتمتيش بنظافه القلوب. يعني المال اللي انت بتفتخري بيه والنظافه اللي انت بتفتخري بيها وبتشتري اطيب انواع العطور واغلى انواع العطور ومعروفه بالنظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه مش هي العامل الاساسي لما تلتقي برب العالمين يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يعني المال اللي انت بتفتخري بيه والطيب اللي انت بتفتخري بيه دوت، في غيرك هيشمه من الرجال. يعني كده بتصير الغريزه عند الرجال. يعني انت الطيب بتاعك انت هتتحاسبي عليه وهتتعاقبي عليه. اكيد مش مهتميه بنظافه البيت بتاعك او المسكن اللي انت بتسكني فيه، لانك بتعتمدي على شغاله بتنظف البيت وبتشلك الزباله والقمامه من البيت. اوكي، لو انت قعدتي اسبوع من غير الشغاله ديت، تاكدي 100% ريحه البيت بتاعك هتعدي الشارع التاني، هتشم الريحه انت ذات نفسك هتهربي منها. برضو بكرر كلامي، انا برد على الاخت السعوديه فقط لا غير، مش على الشعب السعودي بالكامل. مش من صفتي ان انا اعمم على انسان سيء بيسيء للبلد اللي هو عايش فيها، بيسيء للدين بتاعه اللي بيتنمر بيه على عباد الله، بيتنمر على انسان زيه. وساعتها هتندمي على كل كلمه قلتيها على الشعب الفسيخي اللي انت بتستحقريه واللي انت بتتنمري عليه، على الرعايا اللي موجودين في البلد عندك اللي بيخدموكي باجر. مش المصري او اي دوله ايا كانت موجوده في اي دوله خليجيه مش طالع يشحت من الناس بالمصري، بيشتغل بعرق جبينه. في الختام احب افكرك بحاجه، في ولايه ترامب الاولى هو اللي خلاك تطلعي على السوشيال ميديا وتقولي كلام زي ده.